باسم الصليب بعد ما حصل موضوع الاستشهاد في الكنيسة عند حضراتكم. آم، كان بعدها كده بسنة حصل في الوقت ده ان كانت فيه فرص كتيرة قوي. ناس كتير بتتكلم عن الشهداء واللي بيحصل، والموضوع كان عامل ضجة كبيرة جدا، وخصوصا ناس كتيرة كانت بتتكلم عن معجزات الشهيد بشوي. انا كنت بسمع زي كل الناس، انا ما كنتش اعرف اي حاجه، مع ان ابونا اصلا من طنطا وقرايبه كلهم هناك حواليكوا، لكن ما سمحتش الفرصه حتى ان انا اروح الكنيسه او اروح هناك قبل كده يعني. فسمعت كتير قوي عن الشهيد بشوي وان بيعمل معجزات والناس بتتكلم عنه. في الوقت ده انا كانت بنتي الكبيره، انا عندي 3 بنات. بنتي الكبيره كانت في ثالثه سنه ثانوي. هي حلم حياتها ان هي تخش كليه الطب، وانا كنت اعرف ان الشهيد كان في كليه الطب. فكان بنتي نفسها تخش كليه الطب في الفتره دي يعني. وكانت عندي بنتي الصغيره في الوقت دوت، كانت لسه في كانت اصغر من جيكا ب6 سنين. كانت جيسكا في الوقت ده كانت سهرانه طول الليل، وكانت بتاخد اختها الصغيره قامت تاخد شاور، وجيكا كانت سهرانه طول الليل بتذاكر. المهم يعني انا كنت نازله قداس مع ابونا الصبح الساعه 7. شيري كانت قالت لي ماما هاخد دش وهقوم اذاكر الصبح شويه. وجيكي كانت مخلصه مذاكره وقالت لي انا داخله انام بقى. فسبتهم ونزلت، واخدت اختهم الوسطانيه معايا نحضر القداس ونزلت. اللي حصل ان هي دخلت الحمام وحصل ان السخان، يعني اختناق من الغاز. هي شعرت باخت او حست الساعه 11 الصبح، لقيتها بترن عليها وتقول يا ماما مين معايا هنا في الشقه؟ قلت لها انا ما اعرفش، انا سايبه اختك الصغيره بس. قالت لي في حد في الحمام بيعمل صوت وانا مش عارفه مين، في حد جوه. قعدت تخبط على الباب لغايه ما كسرت باب الحمام، لقيت اختها واقعه في الارض وشبه ميته يعني. فعلى بال ما اتصلت بيا جينا جري انا وابونا من الكنيسه على البيت. لقينا طبعا الجيران كلهم عندي في الشقه وبيحاولوا يسعفوا البنت الصغيره، ولكن واضح كانت لدرجه كانت في جارتي قالت لي بجد بنتك ماتت، يعني احنا مطلعينها زرقاء من الحمام وقلنا ان هي ماتت. انا وابونا وشلناها وجرينا بيها على المستشفى. طول السكه وانا عماله انادي واصرخ باسم ربنا، من فضلك يا رب ما تسيبنيش، ما تحطنيش في التجربه دي. المهم نشكر ربنا البنت دخلت العناية المركزه ونشكر المسيح فائت. اللي حصل بقى لجيسكا، جيسكا اللي هي الكبيره اللي هي شافتها، حالتها النفسيه بقت في تدهور، وبقت انهيار وصوات وعياط باستمرار. وبدا مستواها الدراسي، هي كانت خلاص في اخر شهرين قبل الامتحان، بدات الشهرين دول عياط باستمرار وتقوم تصرخ وتصوت وحاله نفسيه مش حلوه. ابونا وانا فضلنا ندعمها على قد ما نقدر. وانا عارفه ان البنت خلاص يعني الحلم اللي هو كليه الطب ده بدا يتلاشى شويه شويه بسبب الحاله النفسيه اللي هي فيها. جه حتى لدرجه بدأنا الامتحانات وجينا ساعه امتحان الفيزياء، كانت بتصرخ ومش هروح الامتحان. انا كل حاجه ضاعت من دماغي، انا كل حاجه نسيتها. أه بدات اتصل بالمدرسين وهقول لهم الحقوها، يعني لدرجه قلت لها خلاص مش عايزه تروحي ما تروحيش. انا كنت على معرفه بالمدرسين بتوعها، بدات اتصل بيهم وهم يكلموها انتي كويسه انتي شاطره، وبقيت ادعمها على قد ما اقدر انا وابونا. نشكر ربنا ودخلت الامتحان وجات ظهرت النتيجه. ظهرت النتيجه بنتي ما جابتش المجموع اللي هي نفسها فيه، جابت 91 الا ربع. بصيت كده للشهيد بالشوق قلت له هي كان نفسها وحلم حياتها تخش كلية طب. انا عارفة ان دوت خلاص الحلم ده راح من ايديها. اتصرفوا ان هي لازم تدخل، لان دي هتبقى الصدمة التانية ليها، وممكن الصدمة دي تنهي عليها بعد صدمة اختها. اتصرف، انا عارفة ان انت عندك كتير، انا بسمع عنك العجب ومعجزات كتيرة جدا جدا. اتصرف. وكمان انا نفسي في صورة منك، ان انا كنت بشوف ناس كتيرة معاها صور بس كانت صور ما كانش منتشر اول فترة دي. انا نفسي في صورة منك. قمت تاني يوم بقى الصبح رحت الشغل، انا بشتغل مدير حضانه. وعندي المكتب بتاعي مقفول بالمفتاح، المفتاح معايا انا عشان بيبقى فيه فلوس واوراق في المكتب، فما بخليش المفتاح مع حد. رحت الصبح فتحت المكتب بتاعي ودخلت وقعدت على المكتب. ببص على المكتب بتاعي لقيت 3 صور مقلوبين على ظهرهم، يعني وش الصورة لتحت بعدلهم لقيتهم صور الشهيد بشوي. دي صور 3 زي كروت، متصورين في استوديو، وفي ظهرهم في التمجيد، الصورة اللي هو لابس فيها الجاكيت ده. فاستغربت ايه ده، مين اللي حط الصور دي هنا؟ بدأت انادي الفراشة والدادة ونادي الموظفين حتى اللي عندي في المكان، يا جماعة مين دخل المكتب؟ فهم افتكروا ان في فلوس او حاجة راحت. قالوا لي ما حدش دخل، المفتاح معاكي انتي. الله، طب مين اللي حط الصور دي هنا؟ كان ساعتها في 2 موظفين واقفين او في حد انا مش فاكره هم مين. كل واحد فيهم طلب منهم صوره، اديته كل واحد قال لي انا عندي مشكله وكنت محتاج فعلا صوره. خدوها. وفضلت الصوره دي على المكتب معايا. بعدين أنا افتكرت ان انا امبارح كنت لسه طالبه منه ان أنا نفسي في صوره.
فبصيت للصورة كده وضحكت، قلت له أشكرك إنك أنت بعت لي الصورة، أنا عارفة إن أنت اللي بعتها لي بنفسك، أشكرك، كمل بقى جميلك. استنيت البنت تقبل في أي، أو المجموع قلت يمكن ينزل ولا حاجة وتلحق تحصل حاجة. لقيتها ما حصلتش، بالعكس المجموع السنة دي ارتفع جدا جدا، وما بقتش محصلة أي حاجة خالص. حتى في الكليات الخاصة مجموعها مش جايب، واقف على 94%. مبقيناش عارفين نعمل ايه ونلف، لكن ابونا قال لي برضه هحاول وهقدم في كليه خاصه. وده اللي حصل فعلا، قدمنا في كليه خاصه. لكن بنتي ما لحقناش طبعا، لان اتحطت على الويتنج، وكانت رقم في الويتنج رقم 51. فقلنا بقى خلاص يا رب الموضوع في ايدك. بصيت لي وقلت له انا لسه عندي امل فيك، ولسه عارفه انك انت هتقدر تحقق، من فضلك كمل. افوجئ الاقي يصدر قرار من الكليه ان ال51 ان هم يقبلوا يدخلوا اللي على الويتنج كلهم لغايه رقم 51، واللي بعد كده ما دخلش. انا بنتي كان في الوقت ده بيقبلوا المجموع من 90%. انا بنتي كانت 91 الا ربع، قبلت. اللي بعدها قدم كان جايب 94 و96، ما قبلوش. بنتي قبلت ال 91 الا ربع. دي كانت اول معجزه تحصل ليا منه هو. انا انبسطت جدا وفرحت قوي قوي ان هو سمع واستجاب. جيب بنتي التانية اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت نفس النظام، وقلت له زي ما اشتغلت مع اختها الاولى اشتغل مع اختها التانية. هي بتذاكر بهمه ونشاط ولدرجه، يعني من كتر ما هي بتذاكر مجتهده، علم الله علم الله، كنت متخيله بقول لها كده انا مستنيه الوزير يكلمني، على اساس ان هي كانت بتذاكر مذاكره جديه قوي قوي قوي. لكن اللي حصل، التسريبات اللي حصلت، الامتحانات اللي طلعت مش مظبوطة، المشاكل دي كلها خلت البنت جابت 60%. طبعا حالتها النفسية بقت وحشة جدا. بصيت وقلت له زي ما وقفت مع الأولى هتقف مع التانية، وأنا عارفة إن في خير من وراه. ايه هو انا مش عارفه ايه هو لسه. لكن بنتي طبعا كانت في حاله زيها زي اي بنوته، خلاص انا كده حلمي حياتي راح، انا بقيت مش محصله اصلا اي حاجه، وبقيت حاله نفسيه برضو مش كويسه. اللي حصل الاقي الرئيس السيسي منزل قرار بانشاء كليه جديده، كليه اسمها بابليك هيلث. بابليك هيلث ديت يعني هي بتتكلم عن 6 اقسام، اهم قسم منهم الطب الوقائي. وان هو عشان البلد دخلت على اوبئه كتير الفتره اللي فاتت دي، فهو كان لازم يعمل قسم مخصوص في مصر، بدل ما احنا نلجأ من بره، لا من هنا. فكان لسه جديد، والقسم ده كان بادئ من 55%، محدش كان عارف عنه حاجة. تقبل يوأنا في القسم ده اللي هو القسم البابليك هيلث، بس بمجموعها القليل جدا جدا اللي مش محصل حاجة، وتدخل الكلية، ونفوجئ ان في الكلية ليها بروتوكول خاص مع منظمات بره، وخصوصا في جنيف. وهي مرشحة كمان، والحمد لله نشكر ربنا نشكر ربنا، جايبة GPA بتاعها ايه، ومرشحة من ضمن الاتنين اللي طالعين كبعثة. فكل ده بعمل ربنا مش بعمل اي انسان، حاسه ان هو واقف جنبنا وساندنا، وبجد فعلا بيصلي من اجل الكل، وكل واحد بيطلب شفاعته، شفاعته قويه جدا. وانا مبسوطه جدا جدا ان انا بقت ليا صداقه خاصه بيني وبينه. هو قد ولادي، انا مش شفتهوش ولا اعرف عنه حاجه، لكن مجرد ما طلبته لقيته جنبي. بجد شفاعته حلوه قوي، يا بختكم بيه، وهو بيصلي لكم. انا اثق ومتاكده ان هو بيصلي من اجل الكل. بركته تكون معاكم ومعانا يا رب، كده يبارك فيكم كلكم يا رب. ربنا معاكم. انا اول ما رجلي خطت الكنيسه، اول ما دخلت من البوابه الخارجيه، كنت حاسه بمهابه شديده، حاسه بقلق ورعب جوايا. ومجرد ما دخلت الكنيسه شميت ريحه دم قويه جدا 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 جدا. بجد حتى قلت عليها التصوني،